نجاح الكرة المغربية الحالي مستمد من الكرة المصرية. تصريح غريب من المدرب المصري شوقي غريب، والذي قال كلام فعلا يتكرر مؤخرا في الشارع العربي سواء المصري سواء التونسي وسواء غيره، وهو أن المغرب وإنجازات المغرب مستمدة مما فعله المصريين وأن المغاربة تعلموا من المصريين. ولكن زياد، هل هذا حقيقي؟ كلنا كعرب متأثرين من بعض، نكون صريحين، ونراقب بعض ونلاحظ بعض ونتعلم من بعض. ومصر هي سيدة الكرة الإفريقية، هذا شيء لا غبار عليه، ولكن سيد الكرة العالمية عربيا هو المغرب. المغرب أول فريق تأهل للأدوار الإقصائية من مجموعات عام 86. وبعيدا أن الإخوة في تونس مؤمنين أو البعض منهم مؤمن بأن إنجازات المغرب أتت نتيجة لأول فوز في تاريخ العرب كان من المنتخب التونسي، ويرون بأنهم مهدوا الطرق للعرب في كأس العالم. ولكن كل إنجاز وكل عمل عربي هو وليد إنجازاته. الإنجازات المغربية وليدة لعمل الدولة المغربية وعمل السيد فوزي القجع، مما أنتج لنا هذه الملاحم العربية. المغرب هو السباق والمتفوق في سواء كأس العالم، لا في الأولمبيات، لا في كل كؤوس العالم الشباب في كرة القدم، لنكون واقعيين. وبعيدا عن شائعة بأن المغرب مبني بأبناء الجالية فقط، الظبيري نجم البطولة و50% من منتخب الشباب اللي تأهل لنهائي كأس العالم أبناء البطولة المغربية حاليا. وبسبب المغرب صرح إبراهيم حسن بأن نعم مصر تستطيع أن تمشي بعيدا كما فعل المغرب سابقا في كأس العالم. بسبب المغرب أصبح للعرب آمال في كأس العالم، وأصبحوا يرون بأن هناك نعم احتمالية نستطيع أن نصل للمربع الذهبي، يمكن حتى نفوز بكأس العالم، لماذا لا؟ وهذا من بدأوا المغرب. فلا يمكن أن نقول مثلا بأن مصر فازت بكذا نسخة إفريقيا بسبب تأثرها باللاعبين المحترفين المغاربة. لا يوجد مصري تماما في الثمانينات والتسعينيات لا يتذكر لاعبين المنتخب المغربي وعدد المحترفين اللي المغرب كان سباق في الاحتراف لأوروبا في الثمانينات والتسعينيات. ولا نستطيع أن نقول بأن مصر مثلا إذا فعلت شيء مستقبلا في كأس العالم بأن هذا بسبب المغرب. كل اتحاد وكل إنجاز عربي هو ابن اجتهاد اتحاده وابن اجتهاد لاعبيه.